حبس لي الفوغ وروح درت لهم بيتزا المقله، وحتى ونسقم الفوغ مانيش رايحه نزيد ندير بيتزا في الكوشه بواحد لاباط طريه ومقرمشه من برا، جات خير نتاع المحلات. خرجت لي 6 خبزات طاحوا عليهم في الدار. لاباط تاعنا نسحقوه كاس تاع حليب دافي، نص كاس تاع الماء، حبه بيض ومغرفه كبيره تاع السكر، زيدوا مغرفه كبيره تاع خميره وربع كاس تاع زيت زيتون. دوكا ديروا الفرينه وزيدوا الملح ونص كاس تاع خميره كيميائيه. نخلي لكم المقادير بالتفصيل تحت الفيديو. هنا ضروري تعجنوها 5 دقائق، انا عجنتها بالبيتخا حتى تولي طريه. غطوها وخلوها تريح. لاصوص تاعنا عندي طوماطيش وحبه بصله و3 سنينات تاع توم، زدت لهم مغرفه كبيره تاع طوماطيش تاع باطا، زيت زيتون ودرتهم يتكتكوا 4 ساعه. مور ما جلست 4 ساعه نروح نميكسيهم مليح ونبدا نزيد لهم الملح. الزعتره اللي هي ضروريه في البيتزا، مغرف صغيره تاع قزبر مرحي عكري اختياري، وزوج مغارف محتوخين تاع زيت الزيتون، ونخليهم 5 دقائق يتكتكوا. مور ما تضاعف الحجم تاع لاباط ديالي رحت قطعتها عفوا على 6 كوريات، غطيتهم وخليتهم يزيدوا يريحوا للمره الثانيه. مور ما جازوا 5 دقائق لاصوص تاعي رحت طفيتها، وهذه هي النتيجه اللي نتحصلوا عليها. هنا لاباط خليتها 20 مينوت، شوفوا كيفاش ولات طريه. وجدت الزيتون المايس، هنا عندي طون كاب دو فار، شوفوا كيفاش يجي. انا نخدم غير به لي غوزات خاطرش ما يجيش ديميات كيما شفتوا انا نفذتو. حلوا لاباط تاعكم رقيقه قد ما تقدروا وزينوها كيما تحبوا. انا درت تانيك شيدار مع شويه موتزاريلا وديروهم في المقله على نار قليله بعد ما تسخنوها مليح. غطوا عليها وراهي رايحه طيب لكم من التحت ومن الفوق. تحبوا ديروا الشاليمو تحبوا ما ديروش، انا درت الاولى برك. زينتها بالطون، نص درتها طون على الويل ونص طون على طوماط، وجات واحد البيتزا تقطر بالبنه.